دلوقتي نستقبل او نرحب بالدكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه عشان نعرف منها المزيد من التفاصيل عن التوقعات الخاصه باحوال الطقس النهارده. صباح الخير على حضرتك دكتور منار. صباح الخير على حضرتك استاذ باسم واستاذه امل وكل الساده المشاهدين، اهلا بيك يا فندم. صباح النور يا دكتور وكل سنه وحضرتك طيبه. يوم عن يوم بنحس باختلافات كبيره الحقيقه مش قليله في احوال الطقس، وبالتالي يهمنا جدا ان احنا نعرف من حضرتك التوقعات الخاصه بالنهارده في ارتفاع في درجات الحراره، ربما ده يكون ابرز الاختلافات عن الامس. ايه مظاهر اخرى للاختلافات بنشهدها النهارده؟ بالفعل يمكن احنا اليوم هنبدا ارتفاع في درجات الحراره بعد انخفاض درجات الحراره اللي شفناها امس واول امس، يمكن كمان بالامس كان انتهاء فصل الشتاء. اليوم متوقع ان يبدا فصل الربيع رسميا 21 مارس، هتبدا معاه درجات الحراره ترتفع. دايما الفتره دي بتكون فتره تقلبات جويه حاده وسريعه وتغير كبير في الحاله الجويه من يوم للتاني. فاليوم هنبدا ارتفاع في درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه بحوالي قيم تتراوح من 3 الى 5 درجات، لان مصادر الكتل الهوائيه هتكون مصادر كتل هوائيه من مناطق صحراويه، فبالتالي مرتفع بدرجات حرارتها خلال فتره النهار. وجود امتداد مرتفع جوي ايضا في طبقات الجو العليا هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس واحساسنا بارتفاع درجات الحراره. عظمى على القاهره الكبرى اليوم 23 درجه مئويه، مع نهايات الاسبوع توصل العظمى على القاهره الكبرى 26 درجه مئويه خلال فتره النهار، وطبعا ده هيتزامن غالبا مع بدايه شهر رمضان الكريم. كل سنه حضراتكم بخير. كمان اليوم طبعا متوقع لتكون لشبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر، هتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه. ممكن تكون كثيفه على المناطق المؤديه من والى مدن القناه وسواحلنا الشماليه الغربيه، والطرق المؤديه من والى مدن القناه بورسعيد السويس الاسماعيليه ناخد بالنا من القياده على الطرق. بالاضافه كمان نشاط رياح اليوم هيحصل فيه اعتدال في سرعات الرياح، فبالتالي مش هنحس بانخفاض درجات الحراره زي ما كنا بنشوف نشاط خلال الايام الماضيه. يعني اهم حاجه يا دكتور منار ان احنا ناخد بالنا من الشبوره في ساعات الصباح الباكره، ربما تكون دي ابرز واهم الحاجات اللي حضرتك ذكرتيها من باب السلامه واتخاذ الاجراءات المناسبه ليها. بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور منار غانم عضو المكتب الاعلامي لهيئه